السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هفرز معاكم المشمش بطريقة سهلة وبسيطة، وهيقعد معاكي في الفريزر من السنة للسنة من غير ما يغير لونه ولا طعمه. هتعملي منه عصير او مهلبية زيه زي قمر الدين بالظبط، وان شاء الله طريقة تعجبكم. تعالي معايا نشوف المقادير والطريقة. بس لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. جبت 2 كيلو من المشمش وغسلتهم كويس جدا وفصصتهم وشلت النوى. 2 كيلو مشمش هحط عليهم كوبايه من السكر وكوبايه من الميه، وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كوبايه السكر على المشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط كمان كوبايه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخدهم واحطهم على البوتاجاز. حطيت المشمش على البوتاجاز وهسيب المشمش لغايه لما يغلي وينزل ميته، وهرجع لكم تاني. الريم بدأ يظهر فوق وش المشمش، هشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيبه على جنب عشان اعرف اشيله. بسم الله. وكل ما يظهر الريم فوق الوش لازم تشيليه. بسم الله. ههدي النار على المشمش وهسيب المشمش لغايه لما يستوى تماما، وكل ما يظهر الريم فوق وش المشمش هشيله. وكل شويه هقلب في المشمش عشان المشمش ما يلزقش في الحله. ومن الافضل انك تقلبي المشمش بمعلقه سيليكون او بمعلقه خشب علشان لون المشمش ما يغيرش. ههدي النار على المشمش وهسيب المشمش لغايه لما يستوى تماما، وهرجع لكم تاني. هقلب المشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هعمل المشمش مربى، انا هساوي المشمش بس. هقلب المشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. المشمش بتاعي لونه مغيرش وكمان ما لزقش في الحله علشان كل شويه كنت بقلب فيه. شوف لونه حلو ازاي. كده خلاص المشمش استوى. بيقعد على البوتاجاز حوالي ربع ساعه لغايه لما يستوى. كده خلاص المشمش استوى. هطفي البوتاجاز على المشمش وهسيب المشمش لغايه لما يبرد، وهرجع لكم تاني. وبعد ما المشمش برد تماما عبيت المشمش في اكياس ثلاجه. 2 كيلو مشمش طلعوا معايا 4 اكياس، الكيس حوالي نص كيلو. بتعبي المشمش في اكياس الثلاجه حسب رغبتك. الكيس الرابع حطيته في شفشق الخلاط علشان هعمل مهلبيه المشمش زيها زي مهلبيه قمر الدين بالظبط، مفيش اختلاف. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هحط 3 كوبايات من الميه على المشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط كمان 4 معالق كبار من النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط السكر، والسكر حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهخلط المكونات مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما خلطت المشمش مع السكر والنشا والميه هحطهم في حله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد خليط مهلبيه المشمش واحطه على البوتاجاز. حطيت مهلبيه المشمش على نار هاديه وهفضل اقلب فيها لغايه لما القوام يتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوام مهلبيه المشمش بدأ يتقل. كده قوام مهلبيه المشمش حلو جدا. هطفي البوتاجاز واحطها في اطباق. بسم الله الرحمن الرحيم.
وزينت مهلبيه المشمش بجوز هند وزبيب. ممكن كمان بتزينها بالمكسرات، بتزيني مهلبيه المشمش حسب رغبتك. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. والنهارده فرزت معاكم المشمش بطريقه سهله وبسيطه، هيقعد معاكي في الفريزر من السنه للسنه من غير ما يغير لونه ولا طعمه. هتعملي منه عصير وكمان هتعملي منه مهلبيه زيه زي قمر الدين بالظبط، مفيش اختلاف. ويلا الحقي خزين المشمش قبل ما يروح من السوق على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.